بسم الله الرحمن الرحيم. المذهب الثاني مذهب الدعاء. عد ما أضيف إلى الله تعالى ما هو بالنسبة للإنسان عبارة عن الأعضاء والجوارح أو ما يكون حمله على ظاهره مستلزما لكونه تعالى محل الحوادث كمان خويناه. بله فكرة. لكن المذهب المفوضة ما خوندية بله. والمذهب الصاني بيجي تمام. المذهب المفوضة نفي الكيف عن الله وعن صفاته، بله. يعني نفي كيفيش خدا وصفاته أو تكرر نك إثبات كيفي ونفي على الماضي. بله. نكون مثلا دست هي أمزان أمزان بله. نا دست ندست وك أمزان شيء أمزان بله. ورد فوده ورينه. بله. يعني تأويلك إجمالي جمال، تأويلك إجمالي يعفى دوا نابش. بله. مذهب دوا كاتشية عدو مواظيف الله تعالى مذهب يقول إيه فوده. بله. إيه دوا عدو مواظيف الله تعالى ما هو بالنسبة للإنسان عبارة عن الضوء والجوارح، يعني حساب كرنا شيء إضافة بار خدا جوان ديك بالنسبة إنسان عبارتش أواش أورجانه بله. جاري حاجة هاي وش أورجان دست نك اشتى جعفوانا بله. أو ما يكون حمله على ظاهره مستلزما لكونه تعالى محل الحوادث. ياجي وان تشتي أو مما بني در باسمو جوان تشتي حملان سر ظاهري لازم تكن كو خدا محل حادثة به چونو هاتن بو رونشتن وانش محل شيء حادثة نه بله. وقتی وانا حتى خدا دا خبر خدا في محل حوادثة نوري بله. أو لغير ذلك من المحالات الله تعالى. يا مثلا خيني فانا شيء كنت حقيقة خدا دا محال عدوا ما أضيف إلى الله، عدوا هذه الأمور أو تأكيد دورية بله. شو بك دريج دبا أصول أو تكن يعني عبارة تكرار تكن، بله. يعني واخذ عدوا هذه الأمور من الصفات والتسبيحات والصفات الخبرية تمام. أما سب أفا يعني فانا تشتكن عدوا هذه الأمور من الصفات فانا صفات أحسن بله. تمام. والتسبيح ده بصفات الخبرية وتسبيح كنت بصفات خبرية، بله. بين صفات وبين صفات خبرية صفات خبرية. بله. ومقابلة الصفات العقلية التي يثبتها العقل لله تعالى وجاء قارشي صفات عقلية وانا عقل قدرة ثابت كه مثل عقل واش قدرة ثابت كه حياة علم قدرات إرادة سمع بصر بله. خاشي وانا ده استباط كه. بله. وأراد أصحاب هذا المذهب إذا خير مذهبي قصدك بكونها خبرية أنه لولا ورود الخبر بها لما أثبتناها لله تعالى. يعني بمعنى خبري شيء يعني بخبرها وانا ثابت بونه فانا بخبرها صار يعني بآيات وحديثها ثابت بونه. بله. اگر خبر بوانات بونه بس قدر اثبات نتي معنى خبري افهم. بله. ثم إن في تسمية الله بالصفات أمران. جد نافداينا وانا قلت الصفات أمرين يعني قلت أمرين، بله. يعني قلت أمرين في تسميتهم الصفات جار مجوز صفات فهمت كي يعني شيء رأي قاس كده. ثم إن في تسمية الله بالصفات نافي وانا داينا صفات يا تبي تسمية ده أمرين دي تشتغل بله. قلت خبري قلت يعني خبري خبرها إثبات يعني بنصها إثبات بيه بله. وأيتو حسها إثبات بيه. فكي جاسمات بين صفات بين صفات تعبير وانا صفاتي داجي تشتهنه أحدهما يجي أمر صحيح شيء راسته بله. والثاني بأمر غير صحيح يجي أمر يجي نراسته. فلما الأمر الصحيح أمر صحيح قلت الصفات قسكرنا الذي أرادوا بتسميتها صفات أمر قسكرنا وقت يكون بعض الصفات فهو أنهم نفوا بذلك المعاني الحقيقية عن هذا الأمور. يعني قلت صفات معناه إيش كنا نفي كنا معناه حقيقي جوانتشتا بله. أوري أه بله. نفوا بذلك المعاني الحقيقية عن هذه الأمور. يعني قلت مثلا يد قلت صفات يد معناه دمك يد نيده بله. نوري يعني يده دمك معناه حقيقي أو كنا çünkü bu yer dest buna dest بس كده نعم. معناه قلت صفات يجي أفقس كنا يعني معنوي حقيقي معنوي حقيقي راكنا بله. من كونها أجساما وأجزاء وأبعادا وجوارح غير ذلك معناه حقيقي كل شيء يعني تدي جسم برشنة بعض نوري بله. وجارحنا يعني أورجان وغير ذلك. وفوضوا المعاني المرادة منها إلى الله تعالى وجاء تفويض كنا يعني ماذا نفي أوي كنا نفي أبانتشتا كنا وتفويض معاني مراد شيء جوان تفويض كنا بالخدا سبارتا خدا بله. قلنا يعني إجا شيء قلت ميزان يعني قلت صفته يعني معناه نجاري حياة بقيت شيء يشوف شيء ثاني وقع فدوا نافع. بله. فهذا المذهب من هذه الجهات طيب أما مذهب في طرفيه راجع إلى المذهب الأول
راجع المذهب مفوضاي بله زين. الذي هو مذهب التفويض. التفويض إذا واجد قلت أو جي أساس قلت كيف مثلا ممنوعة غير معقولة وكيف غير معقولة بله. وضي كيف غير معقولة معني ندسته شيء شو جند بله. مختصر لأنهم يعبون بصفات اليد وصفات العين وصفات الأصبع إلى غير ذلك نوري بله. çünkü bana تعبير بصفات دست صفات عين صفات أصبع وغير ولم يعينوا المراد من هذه الصفات ما هو وتعيناك نابي كامرات شيء بله. إتصال تفويض جوارد كر بله. تعيناك بعد النصب على نفي كون أعضاء أو جوارح أو أبعاد أو زب بشيء نستكن للسرك أعضائنا نجارحنا نبرشنا نجزء نوري بله. بشيء كوانا نفي تكين جاد بيجن أم نظام رات بيجي إذا تمثل بذهب توفيد يجي نوري والفرق بين هذين المذهبين كفر قوان شيء أن أهل المذهب الأول المفوضاء لا يعبرون عن هذه الصفات أو لا تقولون صفات وراء بله. لا تقولون صفات تقولون تماميات ظاهري نمرادة ومرادة بقضاء بله. لا تقولون صفات وأهل المذهب الثاني تظن الدواء يعبرون عنها بالصفات بين صفات يعني أساس بين صفات أو شيء تبيجين يعني ظاهري نمرادة بله. شيء شو جناي بله. وأما الأمر الغير الصحيح تيجي ما جو التعبيرات قلتنا الصفات وقلت صفات خبري ما قلت ده تدعنا ده أمر تدعنا كل الصفات يك راس أبوك ما جو يعني معناه نسر معناه كل حقينا ويجي ما جو أمر تيجي يانشة أمر يانش شيء قلت الصفات يا بله. وأما الأمر الغير الصحيح الغير الصحيح بالنسبة لباك قلتنا الصفات جرا فهو إطلاق اسم صفات عليها فأبونا نافي صفات أجوار كلام مشكلة بله. كارانينه وعدوا صفات الله تعالى بسكينا صفات قدرة بله. صابتين خص صفات قدرة فإن هذه الأمور لم تسبق في كلام الله تعالى لم تسق في كلام الله تعالى وكلام رسوله مساق الصفات بله. نوري بفيان شو ما تيجي فانا ناتنا آنين كلام خدا داش كلام في خبر داش صلى الله عليه وسلم داجي بله. وكصفات ناتنا ولم تذكر على أنها صفات الله تعالى ناتنا ذكر كل صفات خدا بله. بل وردت مضافة لله تعالى مضافة بالخداهاتنا مزبوطة يد الله مثلا يد الله نوري بله. ضمن نصوص أريد بجملة هذه النصوص إثبات أمر آخر لله تعالى هندرة هيك نصا قاتية قسكر من توبلا موان بله. جملة والنصا إثبات أمر آخر لله شيء ديني نوري بله. هندرة هيك نصا قاتية بجملة هذه النصوص يعني جملة هليك جوان إثبات أمر كليش خدا ووردت إضافة هذه الأمور لله تعالى جاء إضافة وان أمر بار خدا وهاتية ضمن تلك النصوص هندرة ونصا لتأييد تلك المعاني المقصودة يجيبوا تقوية أو معنى مقصود بجملة هذه النصوص بجملة ونصا بله. ومن أجل ذلك يجب في قاسي أنكر بعض العلماء إنكار كنهنك عالمة على تسمية هذه النصوص بنصوص الصفات وتبارا نايغوت نصي صفات چون صفات ولا رات نكي بله. وسموها بنصوص الإضافة إذا ما قلت نصوصي ده. چون إضافة مضافة بالخطأ بله. من هؤلاء العلماء ابن عقيل الحنبلي وابن حزم الأندلسي وابن الجوزي سبحان علماء أفهم ابن عقيل مشهور ابن عقيل بله. الحنبلي ابن حزم في شقوقي مذهبي ظاهري هاي وي او كلي وي دايت او كلي مذهبي دولي ظاهري انا محلا المحلا بالاثار ابن حزم بله. مذهبي ظاهري ابو تداوم كلي فاطلاق الصفات على هذه الامور في اشكال قوي فانا بين الصفات اشكال هي لا سبيل الى التفضي عنه يعني تريب بار خلاص كنا جي كنا تفصي بله. رياضات تفاصيل جوان يعني خلاص جوان تونه يعني تو بوتنا صفات شو صفات ولا رنا تسكيكل أم بيج ولا صفات بذيا ناقص ثم نقول أم بيجن إن تسمية هذه النصوص بنصوص الإضافة تدري ما هنك قوتي إضافة بله. نبي أوجي أيضا في نظر دو دجار شيء شما لأن إضافة هذه من الله تعالى في ضمن النصوص المذكورة غير مقصود ذاتها شيء إضافة فنا بالقضاء تندري والناس كهنة نه مقصودش بذاتها بله. إضافة لا مقصودة بل كأوجور شبه استعارة تمثيلية ادعاءات كلمة استعارة تمثيلية يعني بس بيده الملك ناكو مثلا الولد يد مقصودة بله. إضافة يد بال الله دول يعني أوتوريتة دستوده بله. لأن إضافة هذه من الله تعالى في ضمن النصوص المذكورة غير مقصودة ذاتها بل هذه الإضافات إنما وردت في هذه النصوص وان إضافات وان صادرة لتأييد المعاني جو تقوية معانية التي أريد إفادتها بجملة النصوص كما ذكرنا آنفا أي كواتيا قص أو معاني كواتيا قص إضافات بجملة وان نصا يعني هالنصا كي بتمامي كما ذكرنا آنفا ما بري بله. والتسميات ينبغي أن لا تكون إلا باعتبار المقصود من المسمى التسمية نافضاين يعني الجورات شيء مقصود ايش مسمى يشفل ويقولي به بله. الفري إضافة لا مقصودة بله. يعني نبي بالنصوص إضافة
والإضافة إفادة النصوص ليس مقصود ذاتها إضافة ذاتها خو لا مقصود بل جبوا شيء جبوا ويناسي أو الدرجة وده حتى جبوا توبلما ويناسي بله جبوا هاد يعني أساس أول يعني هاي استعارة تمثيلية زي ده بس أول يعني بله أما هرنا بيدين خوين نفس المحتوى بس. المذهب الثالث مذهب الإسلام نعم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.